هنبدأ فيلمنا مع أسرة فقيرة جدا لدرجة إنهم عايشين تحت الأرض، وبتكون مكونة من 4 أفراد، واللي هم كيو وأخته كي جونج وأبوه كيم وأمهم تي تشانج. وفي يوم بيكون الواي فاي اللي سارقينه مش لاقط، فبيدور كيم على مكان يلقط منه شبكة لغاية ما بيلقط في الحمام، وبينادي على أخته علشان تستخدم الواي فاي. وبيكونوا عايشين في بيت متبهدل وكله حشرات، وبيكون شغلهم انهم يعملوا علب البيتزا، وبيكون ده الشغل الوحيد اللي بيعملوه. وبيوريهم كيو طريقه سهله على اليوتيوب، وبتيجي عربيه رش مبيد الحشرات. ولما بتقوم تي تشانج علشان تقفل الباب، بيقول لها كيم انها تسيبه مفتوح علشان تموت الحشرات، وبيعمل كده علشان يوفر تمن الناس اللي هتجيله البيت مخصوص. وبتسيب الشباك مفتوح، وبيضطروا يشتغلوا وهم فاتحين الشباك وبيتنفسوا دخان المبيد. وبتيجي موظفة محل البيتزا علشان تاخد منهم العلب، بس بتكون العلب مش متقفلة كويس، فبتخصم منهم ربع الفلوس. بس كيو بيعرف يقنعها وبيهزر معاها، فبتديهم فلوسهم كاملة. وبيطلب منها كيو انه يشتغل في محل البيتزا. وبالليل وهم بيحتفلوا بالاب، بيشوفوا واحد وهو بيعمل حمام عند شباك بيتهم، بس كيم مش بيرضى يعلق لوحة علشان الناس ما تعملهاش قصد. وكل يوم يجوله، بس بالصدفة بيجي مان صاحب كيو، وبيهزق اللي بيعمل الحمام ده قدام بيت صاحبه. وبيدخل من البيت، وبيكون معاه صندوق شكله اثري، ولما بيفتحه بيطلع من جواه صخره. وبيقول لهم ان الصخره دي من ايام جده، وانها بتجيب الحظ لصاحبها. وبيكونوا مبهورين بيها بعكس كي جونج، واللي بتقول له انه من الاحسن لو كان جاب حاجه تتاكل. وبعد كده بيخرج كيو مع صاحبه، وبيقول له انهم من كتر الفقر اخته مش عارفه تدفع مصاريف دراستها. فبيوري له مان صورة البنت في ثانوي، وبيقول له ان اسمها ضايا وانه عاوز يروح يذاكر لها انجليزي. وبيقول له ان اهلها ناس اغنياء جدا وهيدفعوا له كويس. ولما بيساله كيو اشمعنى هو مش واحد من صحابه الاغنياء، فبيقول له انه خايف لحد يعجب بيها، وبيكون مش واثق في اي حد غيره، وان من هيتجوزها بعد ما تخش الجامعه. وبيخلي كيو اخته تعمل شهاده انه في الجامعه، لانه اخته شاطره في التزوير والفوتوشوب. وبيتفاجئ ابوهم لما بيشوف الشهاده، ومش بيكون عارف يميزها عن الاصليه، وبيكون فخور بابنه اللي رايح يشتغل، ده بالرغم انه مزورها. وبيوصل كيو البيت ضايع، وبيكون مبهور بالفيلا اللي عايشين فيها. وبتستقبله مون الخدامه، وبتحكي له عن تاريخ العيله دي. وبيشوف صورة لعيلة ضايا، وبتحكي له على نيثان أبو ضايا، واللي بيكون رجل أعمال كبير. بعد كده بيقعد كيو مع يون مرات نيثان، وبيوريها ورقه، فبتقول له إنها واثقة في الناس اللي بيجيبهم من. تقعد معاه وهو بيشرح لضايا علشان تشوف مستواه، وبتلاقيه بيشرح بطريقة غريبة، بس ضايا بتحل معاه. وبتدفع يون الفلوس لكيو بعد ما بتنقص منهم. وبعد كده بيجي سونج اخو ضايا، وبيحدف عليهم الاسهم، وبيقلد الهنود الحمر لانه بيكون متاثر بيهم من كتر الافلام اللي بيسمعها. وبيكون بيعمل زيهم في كل حاجه. وبيشوف كيو رسومات سونج وبيعجب بيها. وبتقول له يون مدرسين الرسم مش بيكونوا مستحملين سونج بسبب طريقته، وانهم مش عارفين يتعاملوا معاه. تيجي فكره لكيو، وبيقول لها انه يعرف مدرسه هايله في التعامل مع الاطفال، وبيكون قصده على اخته. فبتوافق يون انها تقابلها. وتاني يوم بيجيبها كيو علشان تقابل يون، بس بيقول لها انه بلاش يقول جوه انها اخته. وبتقابل يون كي جونج، وبتتجسس عليهم ضايا، وبتطلع بسرعه على اوضتها لما كيو بيكون طالع لها. وبتقول له ضايا انها مش واثقه في كي جونج، وان شكلها مش بيفهم في الفن. بس كيو بيغير الموضوع وبيخليها تركز في الدرس. وبتكون ضايا غيرانه على كيو ليكون مرتبط بكي جونج، بس بتفرح لما بيقول لها انها احلى منها. وبتبوسه، بس بتبعد بسرعه لما بتسمع صوت امها جاي ناحيتهم. وبتروح كي جونج اوضه سونج مع يون، وبتقول لها تخرج بره لانها مش بتعرف تركز مع الطلاب في وجود اهلهم. وبيكون كيو قال لها كده لانه عارف طريقتها، بس مش بتقدر يون انها تستحمل. وبتخش الاوضه بحجه انها جايبه عصير لكي جونج، بس بتتفاجئ لما بتلاقيها خلصت الحصه بسرعه. وبتقعد مع يون، وبتستخدم الحاجات اللي عرفتها من اخوها عن ابنها، وبتقدر تحلل شخصيته كويس. وبتكون يون مبهوره بيها، وبتقول لها انها تيجي 4 مرات في الاسبوع بضعف مرتبها ده، علشان انها مش هتدرس لابنها بس، لا دي كمان هتعالجه. وبيوصل نيسان البيت، وبيخلي السواق يوصل كي جونج البيت. وهي في العربيه بتجيلها فكره انها تقلع ملابسها الداخليه، وبتسيبها تحت الكرسي. وبتعزم كي جونج عيلتها على العشاء، وبيقول لها كيو هي اتعلمت علم النفس فين، وبتقول له على النت. وبيكون نيسان في العربية، وبيلاقي ملابس كي جونج اللي سابتها في العربية، فبيبص على السواق بنظرة مريبة. ولما بيروح بيوري يون اللي لقيه في العربية، وبيقول لها انه قرر يفصل السواق. وبتكون سامعاهم كي جونج، واللي بتكون مبسوطة ان خطتها نجحت، وتقدر تقنع يون انها تشغل ابوها كيم سواق، بس طبعا مش بتقول لها انه ابوها. وبيروح كيم مع كيو لمعرض عربيات مرسيدس علشان يدربوا على سواقة عربية نيسان اللي نوعها مرسيدس. وتاني يوم بيروح لنيسان الشغل، وبيستناه بعد الشغل، وبيعمل له نيسان اختبار سواقه. وبيقفل كام الجي بي اس علشان يبان انه عارف كل الطرق. وبيقول لنيسان انه بقاله 30 سنه شغال سواق، فبيوافق نيسان على تعيينه. وبعد كده بيقرروا انهم عاوزين يشغلوا امهم شغاله بدل مون.
وانهم لازم يحطوا خطة علشان يطردوها. فبيعرف كيو ان الخوخ ممنوع في بيت ضايا بسبب ان عندها حساسية منه. وتاني يوم بيروح كيو راشش بودرة الخوخ على مون، فبتفضل تكح وتروح المستشفى، وهناك بيصورها كيم وبيروح يوري الصورة ليون وبيقول لها ان عندها السل. وتاني يوم بتحط كي جونج شوية بودرة خوخ كانت بشرهم على مون، فبتفضل تكح وبترجع وبترمي المنديل في الزبالة. وبتشوفها يون وبيروح كيم حاطط كاتشب على المنديل وكأنها كانت بتكح دم. ولما بتشوف يون المنظر ده بيغمن عليها. وبعد كده بتتفق مع كيم انه ما يجيبوش سيرة لنيسان لانه هيتضايق لو عرف انها عينت حد عنده السل. وتاني يوم بتقعد يون مع مون وبتخليها تقدم استقالتها، وبيكون نيسان في العربية وبيطلب من كيم انه يوديه لمحل ريش لانه نفسه فيها، وان مون كانت بتعملها حلو ومش عارف السبب اللي خلاها تستقيل علشان مراته ما قالتلهوش. فبيديله كيم رقم وبيقول له انها شركه كبيره بتوفر الخدم. وفعلا بالليل بيرنوا عليهم وبترد عليهم كي جونج على اساس انها سكرتيره، وبتقول لهم انها عندها خدامه هايله ليهم، وفعلا بتشتغل امها معاهم في البيت، وبكده يكونوا كلهم اتعينوا. وفي مره بيكون كيم جايب الطلبات، فبيمشي سونج وبيقول له ان ريحته شبه مدرسته والخدامه كمان. ولما بيروحوا بيقرروا كلهم انهم يستخدموا صابون مختلف، وبيكونوا بيتعشوا مع بعض وهم مبسوطين. وبيقول لهم كيم ان صخرة من بتجيب الحظ فعلا. وفجأة بيشوف كيو واحد بيعمل حمام عند شباكهم، فبياخد الصخرة علشان يضربوا بيها، بس كيم بيديله مية يرشها عليه بدل ما يقتله. وبتصوروا كي جونج وهو بيدلق عليه المية وهي بتضحك. وفي يوم بيكون عيلة نيسان مقررة انها تعمل رحلة تخييم لمدة اسبوع، وبيسيبوا البيت لتشانج علشان تخلي بالها من نظافته. بس اول ما بيمشوا بتجيب عيلتها وبيكونوا قاعدين واخدين راحتهم على الاخر، وبالليل بيقعدوا يشربوا مع بعض وبيتخيلوا لو البيت ده بيتهم. فبيقول لهم كيو ان ضايا معجبه بيه وانه ممكن يتجوزها، وبيفرحوا كلهم عكس امه اللي بتقول له ان ساعتها هتكون بتخدم حمات ابنها. وهم قاعدين بتيجي مون وبتطلب من تي شانج انها تدخل البيت عشان نسيت حاجاتها في البدروم. فبيستخبوا كلهم وبتروح تي تشانج تفتح لها الباب وتوصلها البدروم، وبتقعد تستناها بس بتعدي كذا ساعه. فبتدخل علشان تشوف مون بتعمل ايه جوه، ولما بتخش بتلاقيها بتحاول تفتح باب سري، فبتساعدها تي تشانج. واول ما بيتفتح بتجري مون بسرعه على الاوضه، وبيطلع انها مخبيه جوزها جيون في البيت من 4 سنين. وبتطلب من تي تشانج انها ما تبلغش عنها وانها تديها اللي هي عاوزاه، بس تي تشانج مش بتوافق وبتقرر انها تبلغ عنهم. بس فجاه بيقعوا كلهم من على سلم الممر، وبتعرف مون انهم عيله واحده لما بينده كيو على كيم بكلمه بابا، وبتصور اللي بيحصل. وبتهدد تي تشانج انها لو بلغت عنها هتفتن عليها وتوري الفيديو بتاعها لعيله نيسان. بس بتتصرف كي يونج وبتوقع الموبايل منها وبتجيب خوخ من التلاجة وترميه عليها. ووسط الخناقه بتتصل يون بتي تشانج وبتقول لها انهم هيجوا كمان 8 دقايق، وده لانهم ملقيوش مكان يخيموا فيه بسبب المطر. فبترعبوا كلهم لما بيعرفوا انهم جايين وانهم مبوظين البيت. فبترتب تي تشانج البيت بسرعه وبتعمل اكل لسونج زي ما يون قالت لها، وبيربط كيو وكيم جوز مون وبيدخلوهم الأوضة السرية. ولما بتهرب منهم مون بتزقها تي تشانج وبتقع على دماغها. وبيشوف كيم جوين وهو بيحاول يلفت الانتباه وهو بيفتح ويقفل اللمبة، فبيمسكوا كيم وبيربطوا في الكرسي. وبعد كده بتحكي يون لتي تشانج عن أول مرة جات لابنها الحالة العصبية لما شاف شبح قدامه، وبيطلع إنه شاف جيون لما كان بيطلع يجيب اكل لنفسه. وبعد ما بيربطوا كيم بيطلع بيشوف مون قدامه وهي بتنزل بس بتكون لسه عايشه. وبيكون كيو مستخبي تحت سرير ضايا وكلبها عمال يهوهو عليه، بس بتشيله ضايا من غير ما تبص على السرير. كده بيطلعوا كلهم بيستخبوا تحت الترابيزه بتاعت الصاله. وبيكون سونج اخد الخيمه بتاعته وطلع يخيم تحت المطر. اضطر ابوه وامه يناموا في الصاله اللي فيها الترابيزه. وبعد شويه بيتكلم نيسان عن كيم بطريقه وحشه وبيقول ان ريحته وحشه، فبيحس كيم بالاهانه. ولما بيناموا بتطلعهم تي تشانج من تحت الترابيزه علشان يروحوا. ولما بيوصلوا بيلاقوا ان بيتهم غرقان من المطر. وساعتها بتفوق مون وبتفك جوزها، بس بسبب الحساسيه والجرح بيغمن عليها تاني. وبيلموا عيله كيم اللي يقدروا عليه، وبيشوف كيو الصخره وبيشيلها معاه، وبيروحوا يباتوا في ملجأ لضحايا المطر. وتاني يوم بيكون عيد ميلاد سونج، فبتعزم يون كي جونج وضايا بتعزم كيو. وبتكون يون بتجيب طلبات كتير وعاوزه كيم معاها، وهي مروحه بتشم ريحه وحشه وبتفتكر كلام جوزها، فبيحس كيم بالاهانه برضه وبتتغير تعابير وشه. ولما بيوصل بيتفق معاه نيسان انهم هيعملوا تمثيليه قدام ابنه وانه لازم يسمع كلامه علشان هيديله فلوس كتير. وبتروح كي جونج لامها علشان تجيب اكل لمون وجوزها، بس بتدخل يون وبتقول لها ان هي اللي هتقدم تورته عيد الميلاد لانها خلت سونج يخف. وفي الوقت ده بيقرر كيو انه ينزل يخلص على مون وجوزها بالصخره. واول ما بينزل بتقع منه الصخره، فبينزل يجيبها وبيشوف دم مون واللي بتكون ماتت. وفجأة بيربطوا جايون بالحبل وبيحاول يقتله،
بس بيهرب منه كيو، بس بسبب الحبل بيقع وبيضربوا جيون بالصخر على دماغه. ولما بيشوف منظر الدم بيفتكره مات وبيروح للمطبخ بيجيب سكينه وبيطعن كي جونج في صدرها قدام سونج اللي بيغمن عليه اول ما بيشوفه. وبتيجي حاله لجيون وبيفضل يطعن في الموجودين وبيترعب كيم من منظر بنته وهي غرقانه في دمها. وبيكون جيون بيحاول يخلص على تي تشانج بس بتعرف تغرس سيخ الكباب في بطنه وبتموته. وبيفضل نيسان ينده على كيم بكل برود علشان يجيب مفاتيح العربيه، فما بيقدرش كيم يسيطر على غضبه وبيقتل نيسان قدام عيلته وبيهرب. وبعد كام يوم بيفوق كيو في المستشفى وبيكون عنده حالة عصبية وبيضحك على أي حاجة بيقولها الضابط، وهم بيحققوا معاه في الجريمة وبيتحاكموا في المحكمة بس بياخدوا براءة لأنهم مش هم اللي قتلوا نيسان. وبيروح كيو مع أمه لقبر أخته اللي ماتت في عيد الميلاد، وبيكون كيو بيسمع أخبار الحادثة وهو في الحمام وبيسمعهم وهم بيقولوا إنهم مش لاقيين اللي قتل نيسان لحد دلوقتي. وبيروح كيم لبيت نيسان بعد ما عرف إن في ناس من ألمانيا اشتروه، وهناك بيشوف اللمبة بتنور وتطفي على شكل شفرة موريس تكون في الكشافة. ولما بيفك كيو الشفرة بيعرف إن أبوه في الأوضة السرية اللي تحت البيت لأن محدش عارفها، وإنه كمان دفن جثة مون وبيطلع ياكل بالليل لما كلهم بيناموا، وإنه ندمان على اللي عمله ومضطر إنه يستحمل عقابه. وبعد سنين بيشتغل كيو وبيبقى معاه فلوس كتير وبيشترى بيت نيسان، وبيطلع ابوه من الاوضه وبيحضنه وبيحضن امه لانه بقالهم سنين ما شافوش بعض. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.